قالوا بالقطار معطل في الحديقة مع لقينا حول ولا قوة إلا بالله. محمد قربان طالع ولا قوة إلا بالله. مطب رجع المطب هذا مطب عامر حالته خطيرة جدا، لازم له عملية فورا، لو تأخرنا في احتمال كبير بإصابته بشلل الدم. فعلا يا دكتور الحالة خطيرة جدا. إذا يا دكتور مرشد هذا اختصاصك، أنت دكتور عظام فاصل، أعمل له العملية. أنا؟ أيوه. أنت عارف يا دكتور أن أنا مساعد جراح، مش ممكن نعمل عملية هنا. طيب اتصل بالدكتور سامي بسرعة. الدكتور سامبو أنت عارف إنه في إجازة، الأجانب ما يصافطوا في الإجازة. الدكتور الصيني موجود. اتصلنا به ما يرد على التليفون. طيب شوف الياباني، يمكن الياباني افضل من الصيني. يا جماعه الخير مش نشتريش مشكل احنا، معانا مريض وكلنا الدكاتره هنا هم. يا أخي الدكاترة مضربين، قتلوا أحد الزملاء من الدكاترة، لذلك أضربوا. جهز له غرفة العملية، أنا بعمل له عملية. ها؟ قدوم من اول داخل هم عامر يجهزون بالعمليات. الله. شريف دكتور. ايوه يا اخي، معاك ورشة الظروف الصعبة. معانا ظروف أصعب من ظروفك يا حبيبي. حول ولا قوة. طيب جيب لنا عنوانك واحنا بنجي لك بعد ساعة كده. ها؟ كيف ها؟ حبيبي شارك هوليكوبتر علشان شوف لك واحد غيرنا. مع السلامة. السلام عليكم. عباس. ايوه عباس، هنا الدكتور شمسان. نقول من بعيد لا تفتكر. من بعيد. من دول أين الدكتور شمسان؟ الدكتور شمسان موجود؟ أين؟ في غرفة العمليات. كل يقول لك واحد لا تنهبني، يعني لا تنهبني. الدكتور شمسان في غرفة العمليات سلام. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا دكتور. أهلا يا عم عباس. أهلا يا مرحبا. الله يهديك. معقم طبعا. الله يعافيك. الحمد لله عملية كانت موفقة. الحمد لله انه قومت بالعمليات. الحمد لله. الحمد لله انها موفقة. عفوا يا دكتور، ما بالله واحد من اصحابنا من البلاد مرض ودوه هذا المستشفى، فانا جيت ازوره وقلت بالما بزيد ازورك. ما تشتي شيء. الله يحفظك يا عم عباس، شكرا على زيارتك. هيثم وصل عم عباس سلامة. تحرك يا هيثم. يلا مع السلامة يا عم عباس. وصل بعدين. سلامة الله. هيا يا فندم، هذا البنشري اللي بيقلد انه دكتور وفعل عمليه لصاحبه. لا عفوا مش عارف اني جناية يعاقب عليها القانون.